يا مساء الفل، عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. النهارده بقى ماما عامله لي الاكل اللي انا عاملاه لي سمك زيت وليمون بالبطاطس، بجد طعمه تحفه. وعملت لي السمك البسارية، بجد يا جماعه ده طعمه تحفه تحفه تحفه، ولا تقولي لي جمبري ولا سبيت ولا الكلام ده، بجد طعمه حلو قوي والواحد بياكل منه ما بيشبعش. بجد تسلم ايدك يا امي على الحاجات الجميله اللي انت بتعملها لي، وربنا يخليكي ليا يا رب. عملت لنا بقى بصوا السمك بجد خطير خطير خطير. احنا بطلنا اصلا نجيب سمك من بره، وكل ما ببقى عايزه اكل سمك نوع معين بخلي ماما تعملهولي، بجد بيبقى طعمه حلو قوي. وكان نفسي كلكم بقى تيجوا تاكلوه معايا وتدوقوا الحلاوه والجمال. وطبعا السمك لازم سلطه وجرجير. وماما بقى هنا ابتدت تعمل الطحينة. هي الصراحة اللهم بارك في صحتها، بتحاول تعمل كل حاجة في البيت، علشان ساعات بيجي عليكي وقت ما بيبقاش معاكي عندك طحينة ولا عندك مثلا ايا كان. هي طحنت حمصت السمسم وحطت عليه معلقة دقيق وطحنته كده في الكبة مع شوية زيت، وابتدت بقى اللي هي تطحنه كده وتضربه باستمرار كده. اضربي شويه ويهدي الكبه شويه علشان ما تتحرقش منك. لازم تضربي وتريحي، تضربي وتريحي، افضلي بقى تضربي كده لحد ما الدنيا خالص تتفرم وتبقى ناعمه معاكي. وكل ما تحسي ان هي محتاجه شويه سمسم مطحون حطولها. ماما بقى بتنزل بكمية الزيت كده بالتدريج، ما بتنزلش عليه بالزيت بكمية الزيت كلها علشان تديكي نتيجة كويس. بجد كانت طعمها حلو قوي وطعمها سمسم احسن من اللي بره، بتبقى طعمها كلها دقيق وبتلاقي اصلا ما بيحطولهاش سمسم، وبيبيعوها لك بسعر يعني سعر عالمي. يعني انا بحب اقف جنب ماما كده اكتسب منها خبرة واتعلم منها، اشوف الخطوات اللي هي بتعملها، ومش بقول لها، انا ببقى مركزة كده عشان ايه لما اجي اعملها فاجئها. وفعلا بجد لما اجي اعمل حاجة هي بتفرح جدا. وبس طبعا مش هتطلع احلى منها، هي بتطلع حلوة بس ما بتطلعش احلى منها الصراحة، يعني طبعا هي المدرسة. فربنا يخليكي ليا يا امي، بجد يعني لازم تتعلمي وتكتسبي خبرة من مامتك على قد ما تقدري بجد. عملت لنا بقى الجاتو شاتو، هي كانت فاجئاني بجد، طعمه تحفة تحفة تحفة. انتوا لازم تجربوه، وانا هخليها مرة تعمله وهصوره لكم من البداية اول ما هي ما بتعمله بالخطوات. بجد طعمه خطير. انت لو عملتيه بصي مش هتاكلي اي حاجة حلوة غير الجاتو شادو ده. بجد انت كل شوية هتقومي تعمليه، بجد طعمه حلو قوي وبابا بيحبه وبيطلبوا منها، كلنا الصراحة بنطلبوا منها. وبس كده حطيت عليه بقى الشوكولاتة البيضة والصوص الشوكولاتة ده، بجد طعمه جاتوه فعلا. شجعوا ماما بقى باللايك والاشتراك.